كيبدا الفيلم بجون اللي كان خدام مع الجيش، ولكن هو حاليا متقاعد، ولكن فيه واحد المرض نفسي اللي كيحاول يقتل راسو يوميا. بقاش باقي عنده الصدمه ديال الاصدقاء والناس اللي كان كيقتل في الجيش. هادشي اللي كيخليه يدير واحد اللعبه، كياخذ المسدس ديالو وكيدير فيه رصاصه وحده وكيدورها وكيدير في المسدس ديالو. وهو الحظ كانت الرصاصه عامره غادي تقتلو، اما اللي كانت خاويه غادي يزيد يعيش. وهاد المره غادي يحالفوا الحظ وما غاديش تكون الرصاصه عامره. هادشي اللي غادي يخليه يخرج لواحد سوبر مارشي باش يتقدى الشراب ويرجع للدار. وهو كيتقدى في الشراب غادي تدخل واحد العصابه باغا تخون سوبر مارشي. قالوا لهم كلشي هود الارض ولا غادي نقتلوا فيكم شي واحد. اما جون فراه كيتقدى في الشراب ديالو وما مسوق. واحد شويه واحد الفرد من العصابه غادي يجي عنده غادي يقول ليه هاي نتايا ريح الارض. اما جون ما غاديش يتسوق ليه. الرئيس العصابه غادي يستفز فيه، ولكن جون ما غاديش يتسوق وغايشد ديك المكحله وغايحطها حدا فمه وغادي يقول ليه يلاه قتلني دابا. فكل اللي في العصابه ما غادي يفهم والو. هنا فين جون غادي يضربهم كاملين وغادي يرجع الفلوس لصاحب السوبر مارشي. هنا فين غادي يرجع للدار وغادي يبقى يشرب حتى غادي ينعس. واحد شويه عاد دخل اختو اللي كانت مسافره، مع دخلات لقاتو ناعس. قالت ليه واقيلا انت اللي كان خاصك تجيبني من المطار. ويقول لها سمحي لي راه دالي النعاس وما حسيت، ولكن ماشي مشكل سامحيني هاد المره هادي. اختو بطبيعه الحال غادي يتسامحوا حقاش مده ما شافتوش فيها. وهما يخرجوا يتعشاو على برا، بقاو داويين هضره جبد هضره. قال لها فين باغا تمشي؟ قالت لي انا عندي 24 ساعه وغادي نمشي للبرازيل حقاش عندي واحد العمل خيري تماك. من يسمع هادشي قرر يدوز معها النهار كامل. دوزوا النهار ديالهم لغد في الصباح. اختو ناضت جمعت الحوايج ديالها باش تسافر، غادي تلقاه ناعس غتحاول ما تفيقوش، وخرجات دات الطياره ديالها للبرازيل. من يفاق جون ما لقاش الاخت ديالو وهو كيقلب ويجيه واحد الاتصال مع الصديق ديالو ماني بان الاخت ديالو تعرضت لمحاوله قتل ولكن ما تقتلات. حاليا هي كاينه في المستشفى في حاله غيبوبه. ملي غادي يسمع جون هادشي غادي يمشي نيشان للبرازيل باش يشوف الاخت ديالو واشنو واقع ليها. ملي غادي يوصل غادي يلقاها في واحد الحاله يرثى لها وما غاديش يعجبو الحال. غادي يسول صاحبو ماني اشنو واقع. صاحبو ماني بطبيعه الحال حتى هو ما عرفش اشنو واقع وهما داوين. هو يدخل واحد المحقق قال لي انا عارف اشنو واقع لاختك وراحنا خدامين على القضيه. هو نقص جون قال لي واش تبغيو شي مساعده او على الاقل ديني البلاصه اللي تعرضت ليها اختي لهاد المحاوله هذه. هو يقول لي المحقق يلا ماشي مشكل، ولكن حدي راسك ديك البلاصه اللي كاينه في البرازيل راها خطيره بزاف حقاش كيخدموا فيها اصحاب ديال المخدرات واصحاب العصابات. من يوصل البلاصه تلاقى جون مع واحد المحقق سميتها ريما، وهاد ريما هذه هي اللي كانت شافت الاخت ديالو من وقعت لها الحادث وهي اللي كانت داتها للمستشفى بالضبط. تعرفوا على بعضيات وداتو للبلاصه فين لقات الاخت ديالو. هنا غادي يشوف واحد الحاجه جون بان كاين بزاف بنادم، ولكن علاش حتى شي واحد ما بغى يشهد او اللي يقول اشنو وقع لاختو. وهي تقول ليه ريما راه هاد الناس كاملين اصلا خدامين للصالح ديال العصابات او لاصحاب تجار المخدرات، وحتى شي واحد ما غادي يعاون الشرطه او اللي يقول لك اشنو وقع لاختك بالضبط او شكون اللي دار لي هذاك الشيء. هنا فين غادي يفهم جون بان القضيه صعيبه بزاف وخاصو يتكلف راسو باش يوصل للشخص اللي حاول يقتل اختو وعلاش بغى يقتلها بالضبط. هنا فين غادي يرجع باش يشوف الاخت ديالو كيف بقات. وهو داخل غادي تبان ليه واحد الممرضه اسيويه كدير واحد الحقنه السيروم ديال اختو. سولها قال لها واش كلشي هو هذاك؟ بطبيعه الحال غادي تقول ليه لا انا غير كندير خدمتي كلشي مزيان. ملي سالات الممرضه الاسيويه خرجات. جون ريح حدا اختو باش يبقى معاها واحد شويه. هو يشوف اختو بانها كتقفقف وكترعد كامله ما فهم والو. حاول ينادي على الممرضه. ملي جات الممرضه قال لها اشنو واقع؟ قالت لي حتى انا ما عارفه والو. قال لي راني شفت واحد الاسيويه كتعطيها حقنه. قالت لي اسيويه؟ حنا حتى وحده ما خدامه معنا اسيويه ولكن ما غاديش نعطيوها حتى شي حقنه. هنا عرف بان جون اختو كانت كتعرض للقتل. وهو يمشي يعيط على المحقق وصاحبه وعاود ليهم القصه اللي وقعت اختو مع الاسيويه وقال لهم دابا غادي ديروا حراسه مشدده على اختي باش شي واحد ما يحاول يقتلها. وهو يرجع للمكان اللي وقعت الحادثه فيها اختو. هو يتلاقى مع واحد الدري، داك الدري داير القلاده ديال الاخت ديالو ساني. وهو يسولو قال لي منين جاتك القلاده؟ الدري ما كيفهمش اللغه الانجليزيه ما كيهضرش معاه. جون كيصاحبو انه ما باغيش يقول ليه. هو بدا يضرب فيه ويتدخل المحققه قالت لي راه ما كيفهمش اللغه الانجليزيه بلاتي نترجم ليه. ومن ترجمت لي باللغه البرازيليه قال لها انا هاد القلاده عطاتها ليا واحد البنت سميتها ساني وهاد البنت راها الصديقه ديال الاخت ديالي وراه كانت جايه باغا دير لنا واحد العمل خيري وما عمرني غادي نحاول ناديها حقاش هي عزيزه عليا. هو يجبد واحد المذكره ويعطيها لجون. هنا تاكد جون بان هذا ما كيكذبش. هو يبغي يعطيها القلاده قال لي لا ما عندي ما ندير بها غير خليها لك. هو يمشي يريح في واحد البار كيتفقد في ديك المذكره اشنو فيها. هو يلقى واحد الورقه، ديك الورقه مكتوب عليها واحد الرقم. حاول يتصل به. هو يجاوب واحد المصور كان الصديق ديال اختو. حاول يتلاقى هو وياه وريحوا يشربوا قهوه. هو يقول لي اشنو وقع الاخت ديالي بالضبط. قال لي اختك عرفت واحد المعلومات على واحد العصابه اللي ما كانتش خاصها تعرفهم ومع ذلك قررت باش تقولهم للصحافه. والرئيس العصابه من يسمع هذا الشيء حاول يقتلها باش ما تخرج دوك المعلومات. وهذا الشيء اللي عارف انا وما نقدر نعطيك حتى شي حاجه واخا عندي النسخه ديال الفيديو المصور. جون ما حاولش يضغط عليه ولكن ملي كان كيسلم عليه خوليه اليو اس بي اللي فيه هذوك الصور كاملين. وهو يمشي للمصور انفو وصل الطوموبيله ديالو وهي تفرقع. ملي تفرقعات جون ترجع واحد الذكريات ملي كان في الحرب وملي كان كيقتل في الناس والصحاب ديالو وهو كيتفكر هذا الشيء وهي تبان ليه الاسيويه اللي كانت تبغى تقتل اختو وهو يتبعها. ملي يتبعها غادي يوصل للمقر ديال
ديال الرئيس. غادي يدخل باش يبدا يقلب اشنو واقع في ديك المقر. غادي يشوف بزاف ديال الاعمال الغير قانونيه اللي من بينها المخدرات وسرقه الاطفال والتجاره في الدعاره. وهو كيقلب غادي يشوفوا واحد الحراس ملي غادي يسولوه غادي يعيطوا للاسيويه. غادي يقول لها واش الشخص اللي كنتي كتقلب عليه بهاد المواصفات؟ غادي تقول لهم ومن بعد عاد امرهم باش يقتلوه. وهي غادي ترجع للمستشفى باش تكمل القتل ديال الاخت ديالو. ولكن ما حالوش يقتلوه دوك الحراس. هو يسول فيهم واحد الواحد قال لي فين هو الرئيس ديال العصابه ديالكم؟ قال لي الرئيس كاين في واحد الملهى ليلي وها السميه ديالو. جون مشى لذاك الملهى الليلي وبقى حاضي واحد الشخص حتى دخل للطواليت. ومن دخل الطواليت هو يشدو هو يقول ليه واش انت هو الرئيس ديال العصابه؟ قال ليه لا انا غير الخدام ديالو، اما الرئيس ها الاسم ديالو وها فين كاين. ولقى معاه واحد البريزه من المستندات والاوراق حتى هي داها معاه. وهذا الشخص ملي تلقاو جون مشى عند الرئيس ديال العصابه قال ليه واحد الشخص جا كيسول عليك وراه دا معاه البريزه. الرئيس العصابه الحقيقي ملي سمع هذا الشيء هو عيط لواحد الشخص وقال ليه غترجع لي البريزه وغادي تقتل جون. وهذا الشخص هذا هو المحقق. وهنايا كنعرفوا بان المحقق خدام الصالح ديال العصابه. المحقق قال للرئيس ما تخافش انا غادي نرجع لك البريزه ديالك والاوراق ديالك، عطيني واحد شويه ديال الوقت. المحقق هو يعيط لجون قال لي فينك جي عندي المقر ديال الشرطه عندي واحد الاخبار على الاخت ديالك. جون مشى عنده وداك المحقق حاول ياخذ ليه البريزه بطريقه غير فنيه وما يبينش ليه بانه خدام مع العصابه. جون عطى المحقق ديك البريزه وهو يخرج ورا المحققه باش يمشيو عند خشول السبيطار. وهو خارج جون غادي يتفكر واحد الكلمات اللي غادي يعرف بهم بان المحقق خدام للعصابه. غادي يقول المحققه سيري حدي اختي نمشي في المستشفى باش ما يقتلوهاش، اما انا غادي نتكلم في هذه القضيه هذه. وهو يتخبى في الكوفر ديال الطوموبيل ديال المحقق. بقاش بهذه الطريقه غادي يعرف المقر ديال رئيس العصابه الحقيقي. وصلوا لواحد البلاصه بحال الديبو كيحطوا فيه السلعه. خرجوا من الكوفر وبقى كيتسلل حتى وصل ليهم. من يوصل لقى المحقق والافراد ديال العصابه والرئيس العصابه الحقيقي حتى هو. وغادي يعيط صديق ديالو ماني وغادي يقول يجيب معاك شي فريق ولكن ما يكونش من البوليس حقاش البوليس خدامين مع هاد العصابه. ويجي عندي دابا باش تعاوني باش نشد الرئيس العصابه حقاش راه هما بزاف. ولكن جون تعطلوا عليه هو يكمل المهمه راسو وشدهم كاملين وحتى من رئيس العصابه. اما الاسيويه يلاه بغات تقتل الاخت ديال جون ويدخل المحققه وهي تقتلها. وبهذا الشيء غادي يكون كلشي مزيان. اما جون غيبقى حدا اختو يتسناها تفيق من الغيبوبه. وفاش فاقت الاخت ديالو لقى جون حداها وكلشي رجع للحاله الطبيعيه ديالو. وهنا كانت النهايه ديال الفيلم. نتلاقاو في فيلم جديد. ما تنساوش التفاعل ديالكم، والا كان عاجبكم شي فيلم خلوه لي في كومونتير.